بص يا سيدي انت وهي، زمان في الاربعينات والخمسينات كان الجواز سهل، الدنيا حلوة وخيرها اكتر، عددنا اقل، ضغوط اقل، شوارع فاضية، حياة اسهل، والسكن اسهل واسهل، والشقق كلها ايجار قديم. لا كان على ايامهم في مفروش ولا ايجار جديد اللي بيقطم وسط الناس. ما هو اصله كان يا تمتلك بيت انت بنيه على ارض تمتلكها، يا اما مأجر ايجار قديم، والايجار القديم بتدفع له خلو ورجل معقول، وإيجار شهري برضه معقول، وكده يا حلو كأنك امتلكت الشقة، وممكن كمان تورثها لابنك وابنك يورثها لابنه عادي. لا وصاحب البيت كمان كان مطالب ان هو يعمل المرافق والسباكة واللازم منه، وانت مش مطلوب منك يا حلو غير انك تأجر عربية كارو وتحط عليها عفشة وتجيب معاك المدام وتسكنوا وخلاص، وتخلفوا صبيان وبنات وتعيشوا في تبات ونبات. وده كان زمان وولّى، واتبدلت الأحوال وبقينا عايشين في ظروف صعبة على العالم كله. العالم بقى اقتصادي رأسمالي متوحش، ما بيهموش غير إنه يدوّر على المكسب، وهوب زادت الضغوط على الشباب. الشاب من دول يا عيني يبقى لسه متخرج، مطالب إنه يجيب شقة وعفش ومهر وشبكة وكمان قايمة. الشاب ده عنده كام سنة؟ يا دوبك 23 سنة ومخلص جيش وبيدور على شغل. الشاب ده بقى عشان يتجوز ويجيب شقة يتقطم وسطه، غير كمان طلبات أبو وأم العروس، عايزين لها نيش زي أختها الكبيرة. أنت هتهزر؟ مفيش ملايات بتنورة زي بنت خالتها، لا احنا عايزين كاسات مذهب زي بنت عمتها. لا الفرح لازم يبقى كبير، احنا عيلتنا في الصعيد من الأعيان ولازم نتفشخر عليهم على قفاك. وفجأة يجد نفسه هذا الشاب في حرب حقيقية بين سندان الجواز ومطرقة الغريزة البشرية حتى لا تأخذه إلى الانحراف. يعني هو غلط عشان يتجوز، فبالتالي بيبقى حاسس إن هو وصل لصفقة، وأي صفقة لازم لها دايما طرفين، شاري ومشتري، واحد بيدفع وبيكلف والتاني بيقبض وبيبيع. وصاحبنا اللي بيفوز بالمزاد طبعا لا مؤاخذة بيحس إن هو كأنه اشترى المدام، لأنه دخل المزاد وزايد على ده وضرب ده وكسب من ده وفي النهاية خد القطعة الفنية، رغم إن المزاد كان ممكن يبقى فيه واحد بيحبها أكتر، بس ده اللي كان جاهز ومعاه القرشينات. وبمنطق السوق اللي سبق أكل النبأ. ومع الوقت يبتدي يزيد عند هذا الفائز الشعور بالامتلاك، وتبتدي هنا بقى سكة الطلاق وودي محاكم وإشكاليات، وإحنا بنتنا مش شغالة عندك، أنت إيه ما اشتريتهاش؟ لا يا سيدي الفاضل أنت بعتها. ومع الأسف هي دي الحقيقة، لأنه دفع وكلف زي اللي بيدفع وهو بيشتري عربية ولا عايز يشتري أي حاجة يمتلكها والسلام، مش كأنه بني آدم جاي يتقدم لبني آدم عشان يفتحوا بيت في الحلال. انتوا بقى وكلامي هنا لاهل العروسه، انتوا اللي بعتوا بنتكم بالغالي ظنا منكم انه كده بتضمنوا لها حياه افضل، بس مع الاسف كده انتوا ضمنتوا لها حياه زائفه، لان الفلوس مش دايما. انا لا استبعد ان بنتكم مثلا بعد فتره اذا مر ظروف او ضائقه ماليه مع جوزها وضاعت الفلوس، هي تطلب الطلاق. طبعا ما هي اتجوزته عشان الفلوس، وهي زالت الفلوس تكمل ليه؟ ربنا يصلح حالي وحالكم ويبارك في كل ولادنا، وكل جوازاتهم تبقى هنيه وسعيده. لكن نصيحتي لاهالينا وانتوا بتجوزوا بناتنا، ارجوكم يسروا ولا تعثروا، ارجوكم دوروا على النفوس قبل الفلوس، وما تنساش ابدا دور في معادن الرجال، لا تبحث في الجيوب عن المال، ده افضل لبنتك. سلام عليكم، تمسوا بالعافيه.